يا صباح الفل، وده الجزء التاني من الروتين اللي انا نزلته لكم امبارح. بعد ما حضرت الاكل ووديته عند حماتي يعني واكلوا الحمد لله، الاكل عجبهم لله الحمد. بعد كده رجعت لان كان الوقت لسه بدري، فرجعت على طول قلت ايه انضف البيت عشان هنتاخر. يعني بيبقى اليوم التالت عندنا بيبقى يوم صعب، اصعب يوم في الجنازه كلها. لازم نستنى للآخر ولازم ندخل عند أهل المتوفي وحاجات كتير يعني. فقلت بقى أنظف وأعمل لأن برضو الأولاد هيرجعوا تعبانين، فمفيش وقت إن أنا أنظف. وتاني يوم برضو كان أجازة، فاليوم كله كان مضروب معايا، فمفيش غير التوقيت ده اللي هو ما بين إن أنا خلاص حضرت الغدا وروحت البيت، اللي هو أنا وفي البيت، وما بين إن أنا خلاص يعني شوية وخلاص هنزل. فاستغليت الوقت ده. انتوا فاهميني؟ أكيد فاهميني. فعلى طول رجعت نضفت وهويت الشقة كلها، فتحت الشبابيك والبلكونات وابتديت كده أنظف واديها التنظيفة اللي هي. ونضفت الأوضة دي واديتها التنظيفة اللي هي، لأن بصراحة آه، على طول بلاقيها متطربة، على طول بطريقة بشعة. يعني أنا بنضفها من هنا وبلاقيها اتدعكت وبيجي فيها تراب من هنا. في حد بقى زيي ولا أنا بس في الحوسة والحاجة الحلوة اللي أنا فيها دي؟ فرشتها كده البطانية، قلت عشان ايه لما نرجع كده يكون متدفي، يعني الأولاد على طول يناموا ويلاقوا الغطا واللحاف يكون متدفي. على طول كده هنا فرشتها وشلت بقى السجادة وكنستها، أو هنا لسه كنت هكنس. وكنت اللي هو عايزة أنجز بأي طريقة، يا دوب كنست كده وقلت ايه همسحها. هو مش مسيح، يعني هو المسيح عندنا بمفهومنا احنا بالخرطوم، لكن انا ما مسحتش بالخرطوم، انا مسحت بالشرشوبة بس. طبعا لكن الشرشوبة بحط لها اريال وبحط لها بريل وبحط لها معلقة من اللهلوبة وبحط لها كمان فينيك. دخلت على أوضة الأولاد لله الحمد، كنت أنا يعني فرشاها قبلها بيوم، فبصراحة ما كانش محتاجة إن أنا يعني أغير الدفايات او اللحافات. خصوصا يعني اللي هي اللحافات بصراحة بخليها وقت حلو مع على الفرشة طول ما هي نظيفة، ومش بندخل الأوضة ولا الأولاد بيلعبوا فيها، فخلاص بتبقى نظيفة. بس كده، وجبت البطاطين وطبقتها. شايفين البطانية نفس اللون الإسدال، ما شاء الله عليا. يعني تحسوني كده، مش عايزة أقول حاجة. ابتديت إن أنا أشيل كده كل حاجة، حطيتها كده مكانها. والاتنين المخدات دول على طول محتاسين، على طول متبهدلين عندي، اني على طول بحطهم على الارض لان ملهمش بصراحة مكان. بشيل كده كل حاجة وابتدي ان انا انضفها، وابتدي ان انا اشيل السجاد عشان اكنسه. والسجاد بحب احطه كده اخليه يتهوى. هنا فتحت الشباك بتاع الاوضة، بطبق كده في هدمتين بتوع الاولاد، ببتدي ان انا اطبقهم عشان قلت ايه اخلص من كل حاجة اول باول. ما الاقيش فيه بعد ما اطبق او بعد ما امسح الاقي فيه هدوم عايزه تطبق. كله بحب اطبقه اول باول، يعني اللي قدامي بحب اخلصه عشان انجز. لان في اليوم ده كان فعلا اقسم بالله كنت صاحيه من 8 الصبح. انا قلت لكم في الفيديو اللي فات يمكن نايمه كانت الساعه 4. انا لما ببقى تعبانه ما بعرفش انام. يعني احنا روحنا الساعه 1:30 لغاية ما عشيت الأولاد وكده وناموا الساعة 2. من الساعة 2 ل4 أنا مش عارفة أنام من كتر التعب. هل في حد كده زيي من كتر التعب ما بيعرفش ينام، ولا كله بقى من التعب ينام؟ نضفت بقى هنا وشلت هنا ونسيت إن أنا ألمعها، وكله كان على السريع يعني. بجد أنا في اليوم ده كنت بعمل حاجات سريعة جدا جدا جدا. قولولي بقى انتوا لما بتبقوا محتاسين بتعملوا ايه؟ ايه الأولوية اللي انتوا بتعملوها؟
عارفين انا في اليوم ده انا فعلا في الاوضه دي انا من كتر التعب انا مش عارفه اتحرك. انا يعني شايفين بمسح بالعافيه. انا بمسح فعلا حرفيا بالعافيه. بس اللي هو انا مضطره ان انا انضف ومضطره ان انا امسح. مضطره اعمل حاجات كتير. فكنت كله بعمل اللي هو يلا خلص. انت مش عايز تخلص ليه؟ او الاوضه مش عايزه تنضف ليه؟ انتوا فاهميني؟ اكيد طبعا في ناس كتير كده. وهنا دي الدرجة اللي هي بتاعة الأوض. ببتدي كده أنضف فيها وكنستها طبعا الأول. ببتدي إن أنا أمسحها. عايزة أقول لكم كنت بتحرك، شايفين الفيديو؟ بتحرك بالعافية. يا ولية اتحرك، عايز يعني اللي هو اتحرك يا ولية، امشي. ما فيش. الطاقة بتاعتي كانت فعلا كانت صفر. وفعلا أنا بحس إني مش عارفة بقى انتوا زيي ولا ايه، اني بعد ما بتخلص اي جنازة كده بحس ان طاقتي الايجابية مفيش صفر. بحس ان كلها طاقة سلبية. إيه، ببقى مش قادرة اقوم، مش قادرة انظف، مش قادرة امسح، مش قادرة حتى احضر غدا. انتوا فاهميني يعني؟ مش قادرة اعمل اي حاجة. بتبقى الطاقة السلبية مأثرة عليا بشكل كبير. فهنا خلصت الطرقة وعلى طول رحت على الصالة. واخدين بالكم؟ بتحرك بالريموت. انا عايزه ريموت يحركني. الاوضه لله الحمد برضو. الصاله جبت لها ال الكفر ده. خطير يا بنات، خطير بمعنى خطير. يعني شايل عني بلاوي كتير مع الاولاد. فاهمين طبعا الاولاد بيبتدوا بيدعكوا ويعملوا وحركتهم كتيره. فلا الطقم ده الكفر ده خطير. بيشيل بلاوي. ومعانا طنط فريدة الهلوبة الأصيلة. ابتدي أديها رشتين كده عشان كل مكان هنا يكون خلصنا. شكرا ليكم.